تلح الجالية المغربية على تدريس أبنائها اللغة العربية لترسيخ هويتها المغربية والإسلامية، لكن الطلبات المتزايدة لتدريس اللغة العربية تواجه إكراهات عديدة، فالأقسام محدودة وعدد الأساتذة لا يكفي لمواجهة الأعداد المتزايدة للتلاميذ، لذلك تعمل بعض الجمعيات على فتح الأبواب لمواجهة هذا الخصاص. هذا المشهد يتكرر كل سبت وأحد بمدرسة مسجد محمد الخامس بكولومب التي يدرس بها حوالي 600 تلميذ. كان من الممكن أن يبقى هؤلاء الأطفال في بيوتهم من أجل الراحة بعد أسبوع من الدراسة، إلا أن الآباء والأبناء يحرصون على دراسة اللغة العربية لمعرفة دينهم بشكل أفضل ولحفظ القرآن والتواصل مع العائلة خلال العطلة، فاللغة العربية جزء من هويتهم. قررنا باش نسجلوا أبنائنا في المدرسة العربية، مدرسة محمد الخامس بكولومب، لأننا نحن مغاربة ونرجع كل سنة إلى المغرب، وحتى يبقى ذلك الارتباط بين أبنائنا ببلدهم الأول وهو المغرب، لأن السلاح الأول والرابطة الأولى وهي اللغة العربية. خص ولادنا يعرفوا منين جاو، حيت اللي ما عرفش الماضي ديالو ما يعرفش المستقبل ديالو. يعني أنا شخصيا أنه الواحد تربى في المغرب ومغربي قح، لا هضرتي على لولدك على الثقافة ديالك خصو يعرف اللغة ديالك ويعرف التاريخ ديالك. صحيح أننا في فرنسا، ولكن على طفلنا أن يعرف من أين جاء ويعرف أصول أبويه، هذا مهم جدا. عندما يذهب إلى بلده الأصلي عليه أن يعرف كيف يعبر وأن يفهم ما يقال له. باش يقراو القرآن ديالهم ويتعلموا الدين ديالهم، سينو كيهضروا لينا بالعربيه مزيان حيت كنمشي كل عام كيهضروا بالعربيه. اللغه العربيه هي اللغه الضروريه باش يعرفها، وخصو باش يعني الا مشى لبلادو وخصو باش يتكلم مع عائلته، وخصو باش يقرا هذا مع القران والعربيه باش يصلي الى اخره الدين ديالو، لانه هو مغربي خص دائما يحتفظ على التقاليد تاع بلادو. الاهميه اللغه العربيه ديجا باش يعرفوا القرآن. الواحد إلا ما كيعرفش اللغة راه ما يمكنش يفهم الدين ديالو مزيان، وما كيمش ما غتكونش عنده هذيك الجاذبية ديال باش يتعلم الدين وكيتعلم حتى باش إلا قرأ القرآن باش يفهم المعنى ديالو. وإحنا مغاربة دائما كنرجعوا للمغرب كل عام في العطلة الكبيرة ولا في وسط العام. كنبغيو ولادنا ملي يمشيو للمغرب ما يكونش عندهم هذاك المشكل ديال اللغة. هناك دول عربية كثيرة تعرف نموا كبيرا وبمستقبل واعد، من يدري ربما أبناؤنا سيذهبون إلى هذه البلدان من أجل الدراسة أو العمل، وأن يكون لهم مستوى جيد من اللغة العربية، فإن هذا يشكل مكسبا لهم. أما الأطفال فيسكنهم هاجس التواصل مع العائلة والأصدقاء في المغرب، لذلك يلحون على تعلم اللغة العربية. باش نتكلموا مع والدينا وجداتنا، حيت هما ماشي هما اللي خصهم يتعلموا فرنسي، حيت نكونوا في المغرب في الصيف، حنا اللي خصنا نهضروا معاهم، حنا اللي خصنا نتكلموا معاهم ويفهمونا ونفهموهم. أنا مغربي وتنتعلم ليها باش نمشي للمغرب نكون عارف العربية، نهضر مع عائلتي، نهضر مع صحابي، نولي عارف العربية مزيان. كنتعلم العربية، بغيت نمشي للمغرب ونهضر مع فاميلتي ونعرف اش كيدوز في المغرب في التلفازة، وكنحفظ القرآن بالعربية. تتكون هيئة التدريس من 16 أستاذا في مواد اللغة العربية والثقافة المغربية والتربية الإسلامية. 6 أساتذة منهم بعثتهم وزارة التربية الوطنية عن طريق مؤسسة الحسن الثاني،
وتنتظر المدرسة وصول مجموعة جديدة من الأساتذة لتعزيز طاقمها التربوي، خاصة مع تزايد أعداد المسجلين. عندنا 8 الأقسام، و8 الأقسام كيخدموا جوج مرات في السبت، في الصباح وفي العشية، والنهار الأحد في الصباح وفي العشية، والنهار الأربعاء في العشية. غادي تكون عندنا واحد تقريبا 600 تلميذ، والحمد لله حنا درنا مجهودات وكنخدموا بداك الشيء اللي في الطاقه ديالنا رغم الامكانيات اللي ما كاينينش. Notre enseignement à l'école Mohamed V, principalement c'est la langue arabe et l'enseignement du Coran et d'éducation islamique. في مدرسة محمد الخامس ندرس بالأساس اللغة العربية والتربية الإسلامية وتحفيظ القرآن. لدينا نوعان من الدروس، درس من 3 ساعات ودرس من 4 ساعات. De l'enseignement de langue arabe, un tiers de l'enseignement de l'éducation islamique et un tiers de l'enseignement de la langue. درس 3 ساعات مقسم بين ثلث لتدريس اللغة العربية وثلث لتدريس التربية الإسلامية وثلث لتحفيظ القرآن الكريم. De l'enseignement et de l'apprentissage du Coran avec أحكام التجويد. بالنسبة لدرس 4 ساعات فهو مخصص لتحفيظ القرآن ودراسة التجويد بأحكامه ومخارج الحروف، وهي تشكل ثلثي الحصة والثلث الباقي في تدريس اللغة العربية. Un tiers, 2 tiers pour les cours de 3 heures et un tiers pour les cours de 4 heures. اللغة أصل كل الحضارات، بدون لغة لا يمكن لإنسان أن يعرف حضارة ولا أن يصدر حضارته أبدا. فلذلك نحن هنا في فرنسا الجالية صحيح أنها مرت من مراحل فعلا كانت الأماكن التي تدرس فيها اللغة العربية وتتعلم فيها القرآن الكريم شبه منعدمة، بحكم أن الهيئات أو الجهات المختصة كانت صعب جدا أن تعطي التراخيص لبناء المساجد ولبناء المعاهد وكذا ليتعلموا فيها اللغة العربية. الآن الأمور الحمد لله صارت ميسرة بشكل كبير، فهذا التيسير كان من شأنه كثرة هذه المساجد وكثرة هذه المعاهد التي تشرف على اللغة العربية. برنامج تدريس اللغة العربية تصوغه الخلايا البيداغوجية بسفارات دول المغرب العربي بتعاون مع المفتشية البيداغوجية للتعليم الفرنسي حتى يتماشى مع متطلبات الإطار الأوروبي لتدريس اللغة. أما الجانب المكون من تدريس التربية الإسلامية وتحفيظ القرآن الكريم فهو لا يدخل ضمن التعليم الفرنسي، وهو من اختصاص الجمعيات والمساجد. المصلحة التربوية ديالنا بالسفارة المغربية بباريس يعني كتشتغل وفق واحد الإطار مشترك أوروبي لتدريس اللغة العربية. هذا الإطار هذا شاركت فيه مجموعة من الدول، فيها المغرب، تونس، الجزائر، يعني اللي عندها تمثيلية ديال الجالية ديالها هنا بفرنسا، يعني صاغوا واحد البرنامج كيسير الطموحات ديالهم وفي نفس الوقت يعني كنحافظوا على القيم وعلى الهوية ديال المغاربة. L'autre partie du programme c'est l'éducation islamique, d'ailleurs qui ne fait pas partie. الجزء الآخر من تعليمنا هو التربية الإسلامية التي لا تدرس في التعليم الفرنسي والأوروبي، لأن تدريس شؤون الدين من اختصاص الجمعيات والمساجد. Et réservé aux associations et aux mosquées. Voilà. Donc nous on a introduit avec إذن أضفنا هذا الجانب إلى المقرر المتفق عليه مع مختلف الخلايا البيداغوجية، وتضم التربية الإسلامية العبادات والسنة والشريعة، وأيضا تحفيظ القرآن الكريم مع أحكام التجويد. Et puis aussi l'apprentissage du Coran avec أحكام التجويد. أبناء الجالية المغربية يدرسون بالمدارس الفرنسية وتعودوا على مناهج وبيداغوجية خاصة، لذلك يؤخذ هذا الجانب بعين الاعتبار في المدارس المغربية في فرنسا. بالنسبة للمناهج اللي كنتبعوها في ديار المهجر هي مناهج حديثة، طرق التعليم حديثة، بحكم أنهم في المدارس الفرنسية كيتلقاو يعني باساليب بيداغوجيه حديثه. فبطبيعه الحال حنايا كنحاولوا نركزوا على التواصل باستعمال وسائل التكنولوجيا الحديثه باش حتى كنجلبوا الاهتمام تاع التلاميذ، يعني باش كيتبعوا معك الحصه وكيتجاوبوا، خاص طرق جديده ووسائل تكنولوجيا حديثه باش يستافدوا من الحصص ديالنا والاهداف ديالنا تتحقق. تهدف عملية تدريس اللغة العربية إلى تمكين التلميذ من تحقيق كفاية لغوية من خلال اكتساب الخطاب اللغوي بكل مكوناته واكتساب آليات التواصل في بلده الأصلي، إضافة إلى تدريس الثقافة المغربية بخصوصياتها الجهوية.
تدريس اللغة العربية يكتسي أهمية قصوى بالنسبة لأبناء الجالية المغربية، والسبب الرئيسي هو ارتباطهم بالهوية المغربية والهوية العربية، وكذلك أيضا الجانب الديني له دور مهم في هذا الجانب، لأن لكي يتمكن التلاميذ عن ممارسة الشعائر الدينية فهذا يتطلب منهم يعني ضبط قواعد اللغة العربية والتمكن من قراءة اللغة العربية. باش يندمج التلميذ هذا في هذا المجتمع الحالي ديالو اللي هو فرنسا، فخص الآخر يعترف باللغة ديالو، اللغة العربية كلغة الأصلية، ويعترف بالتقاليد ديالو والهوية ديالو، لأن من غير الاعتراف بالتقاليد والهوية ما يمكنش يحدث اندماج هنايا. ومن خلال استطلاع الرأي لبعض الآباء والأولياء التلاميذ، فالغاية الأساس من تلقين أبنائهم اللغة العربية، فهنا هو التمكن من المبادئ الأساسية للدين الإسلامي كقراءة القرآن، السنة النبوية إلى غير ذلك. غنقول بأن الحصيلة كانت إيجابية على العموم بالنسبه للاطفال، بالنسبه لما بعد الدراسه الاعداديه والثانويه والوصول للمدرسه العليا، يقدروا اصلا يمشوا لدول الخليج، دول العربيه من اجل يشتغلوا، يرجعوا للبلد الموطن الاصلي بحال المغرب ولا الجزائر ولا تونس، للعلم بان اللغه العربيه اللي كندرسوا هنا هي لغه عربيه نفعيه براغماتيه، بمعنى انه يقدر يتكلم فيها في اي دوله عربيه. يكتسي تحفيظ القرآن الكريم أهمية خاصة بالمدارس المغربية بفرنسا. فتيحة أقوشة أستاذة مادة تحفيظ القرآن وتجويده تحفظ القرآن كاملا ومجازة برواية حفص، وهي تعمل الآن للحصول على إجازة برواية ورش. تدرس منظومة ابن الجزري. هو من فوق الثنايا السفلى، من هو من فوق الثنايا السفلى. On fait أحكام تجويد، donc on apprend les règles de تجويد. ندرس هنا أحكام التجويد أي قواعد التجويد، كل القواعد كما درستها، كل هذا من أجل الحصول على إجازة. Dans la mesure où quand ils auront appris le Coran الكريم et correctement, c'est l'ouverture, c'est une إجازة. أي عندما ستحفظ هؤلاء الفتيات القرآن كاملا وبتلاوة صحيحة. أعتمد على منظومة ابن الجزري، فعندما سننهي هذه المنظومة سيكون بإمكان هؤلاء الفتيات أن يستظهرن القرآن بشكل صحيح. réciter correctement القرآن الكريم. الأستاذة فتيحة أقوشة تربطها علاقة خاصة مع تلميذاتها، وبالنظر إلى أنها تدرسهن منذ 4 سنوات فقد زادت هذه العلاقة متانة وسادت الثقة بينهن. On n'a pas vraiment une relation comme avec les professeurs qu'on a en cours. C'est vraiment ليست لنا مع الأستاذة فتيحة نفس العلاقة كما مع باقي الأساتذة، فهي كأختنا الكبرى، إنها تعمل كل شيء للرفع من مستوانا. Par exemple, au début, quand elle voyait que les gens ils pouvaient pas prendre une... في البداية لاحظت أن مستوانا محدود، وبدأت تلقننا شيئا فشيئا، وبفضلها تطورنا ولم يعد لنا نفس المستوى كما جئنا أول مرة. أصبحنا نتعلم أكثر. On a beaucoup évolué, on peut apprendre beaucoup plus et on apprend mieux. إنها مثل أخت لنا، تؤطرنا، إنها دائما وراءنا، بدونها ما كنت لأصل إلى هذا المستوى. سمعت عن هذه الدروس من صديقة لي كانت تدرس هنا عند الأستاذة فتيحة، وكنت دائما أرغب قراءة القرآن بقواعد التجويد وفهمه، وبمجرد أن سمعت بهذه الدروس أبديت رغبتي في التسجيل، وتحدثت مع والدي في الموضوع. وبما أني كنت أدرس قبل 7 سنوات اللغة العربية بمسجد محمد الخامس، فقد دخلت إلى قسم القرآن. Moi, je me suis inscrite ici en fait. J'ai appris en fait que. سمعت عن هذه الدروس من صديقات لي، وأخذت قرار التسجيل في هذه الدروس لحفظ القرآن الكريم وإتمامه. Pour pouvoir donc apprendre Inch'Allah et finir le Coran. أصبح حفظ القرآن كاملا هدفا لكل هؤلاء الفتيات، واستطاعت الأستاذة فتيحة أن تزرع فيهن الحماس لبلوغ هذا الهدف. Avec 1 année, 2 années. لدينا هنا فتيات يحفظن القرآن منذ 4 سنوات. هناك من وصلت إلى سورة الحشر، أخريات إلى سورة الممتحنة، وأخريات وصلن إلى سورة قاف. إذن ما شاء الله الأمور تسير بشكل سريع، وبعد العطلة الفتيات يستظهرن 6 أو 7 صفحات بسهولة، فهن مرتاحات أكثر وتفهمن ما يقولن. اللغة أصبحت أكثر سهولة لديهن، وخصوصا هن متحمسات. هناك فئة أخرى تستفيد من خدمات المدارس المغربية، وهي فئة الكبار.
فهذه المدارس تسطر برنامجا لمحو الأمية بتدريس اللغة العربية، لكن مع تزايد الطلبات أصبحت تعطى أيضا دروس في اللغة الفرنسية. منذ واحد المده طويله ان كنا الطلبات ديال السيدات اكثريه سورتو السيدات اللي كيطلبوا باش يقراو هنايا عندنا اللغه العربيه بالخصوص، وفي هذه السنوات الاخيره كاينه حتى اللغه الفرنسيه اللي كان طلبات عليها، وخصصنا لهم واحد يومين او 3 الايام في الاسبوع باش يقراو عندنا. غالبا الصباح كيقراو اللغه الفرنسيه، وفي العشيه كتكون تدريس ديال اللغه العربيه، والاقبال كثير بزاف لدرجه ان بعض الاقسام الا دخلتوا ما تلقاوش فين ما تلقاوش فين يجلسوا، لان الطبالي ماشي كثار بزاف بالنسبه لذاك العدد ديالهم. كاين طلبات كثيره، ولكن كاينين العيادات وليزادولت اللي مازال الناس الكبار مازال ما بداو. علاش؟ لان الاساتذه نقص الاساتذه مازال ما عندناش الاساتذه اللي غادي يكفيو هذه المدرسه هذه، لا هذه لا المسجد ولا المدرسه المغربيه. القضيه ديال الاساتذه عندنا النقص بزاف، ومازال على حقاش هذا العام عندنا الاساتذه اللي كملوا المهمه ديالهم هنا في الخارج، دازوا 4 سنين ديالهم ودخلوا في الشهر 8. الان مازال ما عاودوش، استناو الاجراءات ديال فرنسا والمغرب باش يجيو، ولكن يتعطلوا بزاف. الى حد الان كان عندنا 11 معلم، دابا بقات لنا غير 4. المدرسة المغربية قديمة جدا في كولومب، فقد بدأت منذ سنة 1968، وهي تتكون اليوم من 6 أقسام وضعتها رهن إشارة الجمعية بلدية كولومب، ويستفيد من دروسها حوالي 400 مستفيد، منهم 120 امرأة في إطار برنامج محاربة الأمية. المسؤولون في الجمعيات والأطر التربوية واعون بجسامة المسؤولية. الحمد لله كاين إقبال كبير على اللغة العربية والقرآن الكريم. حتى القرآن الكريم الناس عطوه الأهمية بزاف. هذا الحمد لله في هذه السنوات الأخيرة نطلب الله، ولكن هذه مسؤولية كبيرة عظيمة بين الجمعية والأساتذة والآباء، لأن هاد الناس إلا ما اتفقوا وتعاونوا بثلاثة، لأن هاد الولاد هادو غادي يضيعوا. إنما ينقص هذه الجمعيات هو الموارد المالية لتنفيذ مشاريعها المستقبلية التي سطرتها وتنتظر التنفيذ. هدفنا المستقبلي هو فتح مدرسة وإعدادية تعمل طيلة الأسبوع، ندرس فيها إلى جانب المقررات الفرنسية، اللغة العربية والتربية الإسلامية. وربما بعد ذلك إنشاء مؤسسة إسلامية بمسجد محمد الخامس لتكوين الأئمة والمرشدين والوعاظ. مثل هذه المشاريع جديرة بالاهتمام، لأنها تجسد إرادة أمير المؤمنين في أن يظل أبناء الجالية المغربية متمسكين بهويتهم وينعمون بالأمن الروحي وتحصينهم من فتن التطرف. ولبلوغ هذا الهدف السامي لا بد من تضافر جهود عدة جهات: الأسرة من خلال التربية، والمدرسة من خلال مناهجها وموادها، والمسجد بدروسه وخطبه ومحاضراته باعتباره النواة التي تبنى حولها مدن وقرى المغاربة، بل النواة التي تبنى حولها عباداتهم ومعاملاتهم.